اشنو غادي يوقع في نظرك إلا دخلات هاد الدول اللي كتعتبر أقوى الدول في العالم في منافسة مباشرة؟ شكون غادي يفوز في نظرك؟ واش أمريكا ولا الصين؟ هنا قبل ما تكمل الفيديو اهبط وخلي لي في كومونتير شكون هي الدولة الأقوى في نظرك. واش القوة كتقاس غير بالفلوس ولا بالجيش ولا بالتكنولوجيا ولا بالصناعة؟ في هذا الفيديو غادي نديرو مقارنة شاملة بين القوتين اللي هي أمريكا والصين، ونشوفوا بالارقام والحقائق شكون المتفوق في كل مجال. وفي الاخير غادي نعرفوا شكون الاقوى، واش امريكا ولا الصين، وغادي نعرفوا فعلا واش الصين قربت طيح امريكا من العرش ديالها ولا مازال المعركه طويله. قبل ما نبداو، الا كنتي كتهتم بالاسرار والحقائق الغامضه والمواضيع اللي كتحبس الانفاس، فاشترك في القناه ديالي ودير لايك الفيديو باش يبقاو يوصلوك الفيديوهات الجداد ديالي. اولا الا هضرنا على الاقتصاد، فامريكا مازال عندها اكبر اقتصاد في العالم. الناتج المحلي ديال امريكا كيتجاوز 30 تريليون دولار، اما الصين فكتوصل تقريبا ل 20 تريليون دولار. ولكن هنا كاين واحد التفصيل مهم بزاف، الاقتصاد ديال الصين كيكبر بسرعه اكبر من الاقتصاد ديال امريكا. الصين دابا ولات مصنع العالم، واغلب المنتجات اللي كنستعملوها يوميا جايه من الصين، من الهواتف والملابس والالعاب وحتى الاجهزه الالكترونيه. اما امريكا فكتعتمد بزاف على الاستثمارات والخدمات والتكنولوجيا، والفائز حاليا هو امريكا. ولكن الصين عام على عام كتقرب لامريكا. دابا نجيو لاخطر نقطه اللي هي القوه العسكريه. امريكا عندها اقوى جيش في العالم، والميزانيه العسكريه ديالها كتفوت 800 مليار دولار سنويا. الصين كتجي من بعد امريكا بميزانيه اقل، لكن الصين عندها اكبر عدد ديال الجنود الناشطين في العالم. امريكا كتفوق في حاملات الطائرات والقواعد العسكريه المنتشره في العالم، عندها قواعد في آسيا وفي أوروبا وفي الشرق الأوسط وفي إفريقيا. أما الصين فالقوة ديالها مركزة غير في آسيا والمحيط الهادي، والفائز هنا هو أمريكا. دابا نجيو نشوفوا المنافسة ديال الأسلحة ديالهم. أمريكا عندها الآلاف ديال الرؤوس النووية، والصين حتى هي كتطور الترسانة النووية ديالها بسرعة كبيرة. ولكن مازال لحد الآن أمريكا وروسيا مازال فايتينها بمراحل. ولكن راه واخا امريكا فايته الصين، راه الا مشاو حتى داروا حرب بيناتهم راه تكون كارثه على العالم كامل. هنايا في الاسلحه النوويه امريكا كتفوق على الصين، والفائز هو امريكا. دابا نشوفوا شكون كيتفوق في التكنولوجيا. امريكا عندها شركات عملاقه بحال ابل ومايكروسوفت وجوجل. هاد الشركات هي اللي كتقود الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي. أما الصين فعندها شركات قوية بحال هواوي وعلي بابا، والصين متقدمة بزاف في الشبكات ديال 5G والتصنيع الإلكتروني. ولكن في الذكاء الاصطناعي المتقدم والصناعة ديال الرقائق الإلكترونية المطورة، فأمريكا مازال متفوقة على الصين، وهنا الفائز هو أمريكا. دابا غادي نجيو للصناعة. هنا الصين كتضرب بقوة. الصين هي أكبر دولة صناعية في العالم، عندها الملايين ديال المصانع خدامين بالليل والنهار، واي حاجه تقريبا كتقلب عليها كاين احتمال كبير تكون مصنوعه في الصين. اما امريكا حتى هي عندها الصناعه قويه، ولكن ماشي بحال الصين. هنا الفائز هو الصين. دابا غادي نشوفوا الفضاء وعلم الفلك. امريكا كانت هي اول دوله وصلت للقمر، وعندها شركات فضائيه عملاقه بحال ناسا وسبيس اكس. الصين حتى هي دارت رحلات ناجحه للقمر والمريخ، ولكن الخبره الامريكيه مازال كتفوق عليها. وما نساوش ايضا امريكا هي اللي عندها اكبر محطه فضائيه في العالم، والفائز هنا هو امريكا. دابا نجيو لعدد السكان. أمريكا عندها حوالي 340 مليون نسمة، ولكن الصين فيتاها بزاف، عندها أكثر من مليار و400 مليون نسمة. وهذا العدد الضخم كيعطي للصين قوة كبيرة في العمالة والإنتاج، والفائز هنا بطبيعة الحال هو الصين. دابا نشوفوا النفوذ العالمي. الدولار الامريكي كيتعتبر من اقوى العمل عالميا، وامريكا عندها
تحالفات عسكرية وسياسية مع العشرات ديال الدول. أما الصين كتوسع النفوذ ديالها من خلال المشاريع والاستثمارات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكن أمريكا مازال النفوذ ديالها كيتفوق على النفوذ ديال الصين لحد الآن، والفائز هنايا هو أمريكا، والنتيجة كتبقى هي 6 لأمريكا وجوج للصين. إذا حاليا ما زالت أمريكا هي الأقوى، ولكن الصين غادا وكتقرب بسرعة كبيرة، وكل سنة كتزيد تطور اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا. ولكن السؤال كيبقى ماشي هو شكون الأقوى اليوم، السؤال هو واش في العشر سنين اللي جاية واش غادي تبقى أمريكا في القمة ولا الصين غادي تقدر تزعزعها وتتفوق عليها. هنا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو، وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك واشترك في القناة. كان معكم هوكيلو، نشوفكم في فيديو جديد.